رمضان أفضل شهر في السنة، ولكن معظمنا بيواجه صعوبة في تنظيم الوقت في رمضان، وكمان بنشوف إن الوقت في رمضان بيكون ضايع. لكن الحقيقة إن رمضان فرصة لتنظيم الوقت، فالنهاردة هنقول لكم إزاي ننظم الوقت في رمضان ما بين المذاكرة والعبادات، وكمان يتبقى وقت للترفيه ونعمل كل الحاجات اللي احنا عايزينها. فيلا بينا. أولا، اختيار أوقات مذاكرتنا. هنقسم المذاكرة على 3 فترات في اليوم، يعني أكتر من 8 ساعات خلال اليوم. الفترة الأولى هتكون من أول ما نصحى لحد قبل الفطار، ودي هتكون 5 ساعات تقريبا، مع وجود طبعا فواصل في النص. الوقت ده أكتر وقت فيه نشاط وتركيز وطاقة، فبنذاكر مادة محتاجة لتركيز. الفترة التانية بعد صلاة التراويح، ودي بتكون ساعتين تقريبا، ممكن نحل فيهم واجبات أو ناخد فيهم مراجعات، يعني حاجات مش محتاجة تركيز كبير قوي. الفترة التالتة خلال اليوم وهي قبل السحور، دي بتكون حوالي ساعتين، ده بيكون أكتر وقت هادي في اليوم بناخد فيه حاجة متوسطة في التركيز، وبكده نكون ذاكرنا أكتر من 8 ساعات خلال اليوم. تاني حاجة وأهم حاجة هي طريقة المذاكرة، أونلاين ولا سنتر في رمضان يعني تضييع وقت وتعب ومجهود، مش هنلاقي وقت للمذاكرة ولا للترفيه. علشان كده احنا بنفضل الاونلاين، علشان نوفر في الوقت والمجهود، واليوم كله ما يكونش ضايع في السنتر، ونذاكر واحنا قاعدين في البيت. هنذاكر الدرس وهنحل عليه، وهناخد ملخص الدرس وكمان امتحان على الدرس، وكل ده على منصة الخطة التعليمية. احنا كنا بنشوف مراجعات اليوتيوب من الخطة في الترم الاول، وقررنا في الترم التاني ان احنا نشترك على المنصة علشان نستفيد اكتر بالشرح، وكمان فيديوهات حل اهم الافكار والواجب والملخصات، وامتحان بعد كل درس. واحلى حاجة بتميزهم هي خاصية اسأل مدرس، لو اي سؤال مش عارفاه بقدر اتواصل مع المدرس وابعت له السؤال كأني قاعدة في السنتر بالظبط. وعندهم اكتر من مدرس في كل ماده، وانتوا تختاروا براحتكم. واحلى حاجه ان الابلكيشن طريقه التعامل معاه سهله جدا. انا هسيب لكم الرابط بتاعه تحت في صندوق الوصف، وكمان هسيب لكم طريقه التسجيل والاشتراك على المنصه في صندوق الوصف. وهم عندهم اشتراك شهري واشتراك بالترم وكمان اشتراك بالماده. والمفاجاه ان ليكوا خصم 10% على منصه الخطه التعليميه لو استخدمتوا الكود بتاعنا AH10. تالت حاجة وهي جدول المذاكرة، ومفيش جدول معين تمشوا بيه، بس أهم حاجة إن انتوا تذاكروا في اليوم مادتين والمادة مرتين في الأسبوع، وده طبعا بيكون حسب وقتكم. والمادتين دول بنقسمهم على 3 فترات المذاكرة في اليوم اللي احنا قلنا لكم عليها. اهم حاجه وهي العبادات، لازم ننتظم في الصلاه لو احنا مش منتظمين، والعاده دي كمان هتكمل معانا لبعد رمضان، وكمان ننتظم على صلاه التراويح، وكمان التسبيح والاذكار من الحاجات السهله قوي والخفيفه اللي نقدر نعملها خلال اليوم. ولازم يكون هدف من اهدافنا في رمضان ان احنا نختم القران، فهنقرا نص جزء الصبح ونص جزء قبل الفجر علشان نختم القران خلال الشهر. دلوقتي جه دور المسلسلات والترفيه. كلنا بنحب بعد الفطار نقعد نستمتع بحلويات رمضان واحنا بنتفرج على التلفزيون، فممكن بعد الفتره التانية في المذاكره نقعد نتفرج على مسلسل واحد بس كفايه، ولو في اي مسلسلات تانية عايزين نتابعها ممكن نتابعها بعد كده بعد الامتحانات. ولو مش بنحب المسلسلات اساسا ممكن نستبدل الوقت ده نعمل فيه اي حاجة تانية احنا بنحبها. وده جدول افتراضي لليوم في رمضان. اول حاجة هنصحى الساعة 12 وهنقرأ نص جزء من القرآن من 12 ل 12 ونص، وبعدين هنذاكر المواد اللي محتاجة تركيز من 12 ونص لحد الساعة 5، وبعدين هنحضر الفطار، وطبعا وقت الفطار بيختلف على حسب بقى طول الشهر. طبعا بعدها صلاة التراويح، وبعدين هنذاكر ساعتين، وبعدين نقعد نتفرج على مسلسل ساعتين، ونرجع تاني نذاكر ساعتين، وبعدين السحور ونقرأ نص جزء التاني من القرآن، وبعدين نصلي الفجر وننام. لو ملاحظين ان في فواصل ما بين كل حاجه والتانيه، يعني الحاجات كلها مش ورا بعضها قوي، يعني مثلا في فاصل ما بين الفطار وصلاه التراويح اكيد، فده ممكن نقعد نعمل فيه اي حاجه، او حتى نقعد ما نعملش حاجه، يعني نقعد بس كده نستريح بعد الفطار، فده احنا بنكون محتاجينه. والجدول ده افتراضي لو اليوم مشي بيرفكت في رمضان، يعني اكيد مش كل يوم لازم ان هو يكون مثالي، بس ده الجدول لو اليوم فعلا مشي زي ما احنا مخططين له بالظبط. وبكده نكون وريناكم ازاي بننظم يومنا من المذاكره والعبادات والترفيه. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، وبس. باي.